سيادة اللواء برحب بحضرتك على شاشة الأهلي. اهلا دكتور ياسر، مساء الخير. مساء النور. في قضيتين الحقيقة عايز أكلم حضرتك فيهم. القضية الأولى تحكي لنا باختصار محضر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي أمس. واجتماع مجلس الاداره طبعا امبارح كان اول حاجه، اول موضوع فيه كان تجديد للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي لمده سنه، وده طبعا نتيجه لجهوده يعني في بالتأكيد كلنا سعداء بيه يعني. ايوه بالظبط. وبعدين مجلس الاداره اطلع على جواب الجهه الاداريه بخصوص الموافقه على فتح الاشتراك في الشيخ زايد، وقرر فتح باب الاشتراك اعتبارا من يوم 1/6. يعني ده هيبقى من يوم الجمعه اللي جايه. يوم الجمعه اللي جايه. في بعض الشكاوى سياده اللواء بتقول، مش شكاوى الحقيقه، هي مخاوف من ناس كلموني النهارده. هل الاستمارات عددها قليل؟ هل في تم حجزها مقدما لبعض الناس، ولا هل هي متاحه لكل الجميع اللي هم يروحوا مقر النادي في الجزيره وهيلاقوا الاستمارات؟ لا اطلاقا، الاستمارات متوفره ولن يتم توزيعها ولن يتم توزيعها الا اعتبارا من يوم الجمعه، والاعداد كافيه والناس ما تقلقش ومش هنخذل حد ان شاء الله. ان شاء الله. دي نقطة مهمة. والنقطة الثانية، الهيكلة الإدارية تم تأجيل عرضها على مجلس الإدارة إلى الاجتماع المقبل. هي الهيكلة المالية الإدارية كانت كابتن محمود. الهيكلة المالية. الهيكلة المالية، وكان في شركة كان تعاقد معها النادي لعمل هيكلة المالية، وسيتم عرضها في الاجتماع القادم ان شاء الله. طب هو حضرتك يعني ايه هيكلة مالية ويعني ايه هيكلة إدارية؟ مش هما الاثنين واحد او ولا في فرق بينهم؟ هما الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، بس الهيكلة الإدارية انك انت بتعمل هيكلة للإدارات بتاعة النادي بالوظائف بتاعتها والأعداد بتاعتها في كل إدارة، والهيكلة المالية بتبتدي تسكن المرتبات أو الأجور على الوظائف ديت للإدارات المختلفة في النادي وللعاملين. طب دي القضية الأولى سيادة اللواء. القضية الثانية، نثرت أخبار كثيرة على أنه خلاص الكلية الحربية وافقت على استضافة مباراة الأهلي ومازيمبي في بداية دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي، وأنه الأمور كلها تمام. وبعدين حضرتك قلت في تصريح أنه ما جالكش أي حاجة رسمية حتى الآن بشأن إقامة المباراة في الكلية الحربية. إيه هو حقيقة الموقف؟ لا، هو الحقيقة طبعا وزي ما حضرتك قلت هو ما حصلش موافقة من الكلية الحربية، إن إحنا لسه ما طلبناش المباراة تتلعب في يعني الأهلي لا يزال لم يطلب حتى الآن إقامة المباراة في الكلية الحربية. بالظبط، ما طلبناش. هو اللي جاء طبعا الناس حصل عندها خلط. هو جاء جواب من الكلية الحربية بمناسبة إقامة دوري المجموعات، وان الراعي هيبقى الراعي غير وكاله الاهرام، هيبقى راعي طبعا تبع الاتحاد الافريقي. فبيقول ان هيطبق عليهم الاسعار، وهتبقى النادي الاهلي هو المسؤول عن اسعار الاعلانات وهو مسؤول عن توريدها. فيعني ده يعني حاجه اداريه من الكليه الحربيه بتنبهنا ليها قبل دوري المجموعات. لكن امتى الاهلي سيتقدم بطلب اقامه هذه المباراه في الكليه الحربيه، ولا لسه يعني لا، لما يجوا بس الفرقه في اجازه لغايه 8/6 كده، وان شاء الله هنتقدم بطلب ونحدد مكان اقامه البطوله بالتنسيق مع الامن، وطبعا هنطلب من الامانه العامه لوزاره الدفاع بالتنسيق يعني بعد كده ان شاء الله. وحضرتك مش مستشرف ان في مشاكل يعني الامور هتمشي طبيعيه يعني، ولا ممكن؟ لا ان شاء الله. والسيد وزير الداخليه بنفسه يعني اعلنها صراحه من حوالي 10 ايام. قال ان الامن هيفي بالتزاماته في المباريات الدوليه سواء للمنتخب القومي او للانديه اللي هي بتلعب في البطولات الافريقيه، سيقوم بتامين هذه المباريات بدون جماهير على استاد الكليه الحربيه. يعني المباراه ايضا بدون جمهور؟ هو الامن السيد وزير الداخليه ده اللي صرح بيه يعني. اقصد ده قرار خلاص من الامن يعني؟ طبعا ده قرار، ما كانت لسه الانتخابات وربنا يسهل يعني الامور تمشي كويسه، ولو انتخابات تمت بسلام والامور مستقره ممكن الامن يغير على حسب الظروف، لكن هو حاليا ما زال الامن على موقفه ان المباريات بدون جمهور في احد السادات العسكريه. ان شاء الله. سيادة اللواء انا بنشكر حضرتك جدا، لان حضرتك يعني دائما تخص الاهلي اليوم بكل ما هو جديد او كل ما يتعلق باداره النادي الاهلي، ونحن سعداء وفخورين ان نكون مصدر ثقتك
سيادة اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي.